هو ايه حوار اغنى محجبه في مصر ده؟ هو اي حد عايز يجيب ريتش يحطني في فيديو يحط حبه بهارات كده عن قصه حياتي؟ يعني توصل لعربيه ب 8 مليون دولار، ده البوغاتي مش ب 8 مليون دولار. توصل ان انا كنت 100 كيلو وانا اصلا طول عمري عندي نحافه مزمنه وبمشي كمان بطقم بودي جاردات اكني في السلك الدبلوماسي. طيب انا ما بحبش ارد على الحاجات دي، بس بما ان الموضوع بقى فيه قيل وقال كتير فخلوني ان انا اعرفكم كده في فيديو كده خفيف كده عن نفسي عشان ما نسمحش لحد يحور تاني. بقى بيتقال كمان غسيل اموال او ان انا واجهه لحد بيغسل اموال. انا في الحقيقه الغسيل الوحيد اللي اعرفه هو الغسيل اللي بغسله لجوزي في البيت. حتى برفض احط للناس في اي دايت او اي تمرين يعملوه احط لهم حوالق دهون، احط لهم اي حاجه تضرهم. موضوع واجهه ده يا جماعه انا اتعرض عليا كم استثمارات وشراكات من المستثمرين، برفض كم استثمارات مش هتتخيلوها. انا كبرت لوحدي وما زلت عايزه اكمل لوحدي. انا اسمي سما، عندي 26 سنه، متجوزه، زوجي اسمه محمد باشمهندس، بقالنا سنه ونص. انا فعلا من عيله بسيطه، كل حاجه فيها كانت رفاهيه، حتى التعليم للبنت ما كانش متاح، بس والدتي بفضل الله كانت بتقدر تعافر عشان هي كانت مؤمنه ان التعليم هو تعليم المذاكره دايما كان ان هو هيبقى سلاحنا الوحيد. لحد ما وصلت الثانويه العامه للاسف بسبب التعنيف المستمر دخلت في اكتئاب ودرجاتي ما كانتش كويسه لان والدي كان هيجوزني بالفعل لحد اكبر مني وما كانش هيدخلني كليه، ولكن والدتي برضو قدرت تعافر بفضل الله ودخلت ناس من العيله وقدرنا بعد كده ان انا ادخل كليه اداب علم نفس. طبعا انا ما كنتش حابه الكليه بتاعتي نهائي، حاولت ان انا احول لتمريض عسكري، ده كان عايز وزن معين وانا دايما كنت بعاني من نحافه، كان اكبر وزن اوصل له كان 42 كيلو، فرحت الجيم عشان ازيد في الوزن شويه وحبيته جدا، واترفضت في التمريض العسكري بسبب ان ايدي بتعرق. ما قدرتش اسيب الجيم مع اني اترفضت، وده تزامنا مع ان والدي كان بدا يخرج من حياتنا واحتاج ان انا اصرف على نفسي واتكفل بمصاريف الكليه، فكنت اشتغلت في صيدليه، اشتغلت سكرتيري درس انجلش، والشغل ده بقى خلاني ابحث وادور فيه كويس واتعلم وابتدي ان انا اطبق على نفسي وازيد في الوزن، اطبق على اصحابي اي حد عنده مشكله، وكنت بعرف اجيب نتائج، وبدات ان انا اتشجع واقدم السي في بتاعي في كذا جيم، كنت بترفض للاسف يعني، لحد ما اتقابلت في جيم كان صغير بس كنت مبسوطه بيه قوي، وكنت باخد 200 جنيه في الشهر الى جانب طبعا الكليه والشغل التاني بتاعي، فبالتالي النوم عندي كان رفاهيه، كان في عدد ساعات شغل كبير قوي علشان اقدر ان انا اكفي على كل ده، بس ربنا كان بيعين. دكاتره كليتي ربنا يكرمهم كانوا عارفين ظروفي، كانوا حتى بيستثنوني من الغيابات ومن الاساينمنتس ومن كل حاجه. الى جانب الجيم كنت عايزه اقدم الخدمات بتاعتي اونلاين، ففتحت صفحه على الفيسبوك وقدرت ان انا استلف واجيب لابتوب مستعمل، وقدرت كان ان انا كمان اخد شهاده في التدريب بالقسط. بدات اعلن عن شغلي على الفيسبوك وجالي اول عميل، ولما عمل نتيجه بدا يجيبوا عملاء ثانيين وعملاء يجيبوا عملاء. بعد سنه 2019 بدات كل فلوس تجيلي احوشها واحطها في شهادات تانية، وبدات ان انا اعمل كونتنت على اليوتيوب، وطبعا ما كنتش بتشاف لحد سنه 2021. بصوا قاعده بعمل كونتنت بقالي قد ايه. الى جانب برضو ان والدتي واخويا كانوا بيشتغلوا عشان كلنا نساعد بعضنا ونقدر ان احنا نكمل في رحله الاستقلال بتاعتنا. سنه 2020 بقى كانت بدايه ان العملاء يزيدوا والدنيا تفتح عليا، وده خلاني استغنى نهائي عن ان انا ابقى بشتغل في الجيم. بعد سنه 2021 الكونتنت اللي انا بعمله طبعا بسبب تطوير ادوات التصوير وطريقه المعلومات اللي بقولها اتفتح عليا، والحمد لله الناس بدات تتفرج عليا. خدت كمان جائزه صانع افضل محتوى رياضي في الشرق الاوسط. سنه 2021 ربنا الحمد لله كرمني بعربيتي الاولى اللي هي الام جي الزرقاء، وفي سنه 2022 العملاء زادوا بقى بشكل انا ما كنتش قادره اصد عليه، فقررت ان انا اخد ريسك واعين فريق كده صغير على قدي من الناس المتخصصه في التدريب والتغذيه واخصائيين التحاليل علشان يساعدوني في ان انا استقبل عدد عملاء اكتر، والكلام ده كان في شهر 12 سنه 2022 بالظبط. بدات شركه سما فت 12 الجاي هتكمل حوالي سنتين. خدمنا كام عميل بقى؟ بفضل الله خدمنا 10000 عميل، ده غير اللي انا خدمتهم انا لوحدي، انا بقالي 7 سنين شغاله. حاليا بقى نبتدي شركتي الثانيه جاست جيرل، هي شركه هتكون متخصصه في البيوتي والسكين كير، وما تعرفوش انا الحمد لله تعبانه عليها عشان اطلع لكم برودكتس منتجات قد ايه كواليتي بتاعتها كويسه وفعاله، وفي نفس الوقت تكون مرخصه وتكون باسعار كويسه. عارفين طول الوقت ده طول ال7 سنين دول ما بيخرجش من بالي ايه؟ بيخرجش من بالي حلمي من وانا صغيره، العربيه اللي نفسي اركبها هي المرسيدس، وربنا بفضل الله رزقني بيها في اخر سنه 2023 تحديدا شهر 11، يعني خلاص هكمل سنه عشان في حبه ناس كده بيقولوا ان انا مأجراها. كل السنين دي للاسف من الشغل والمذاكره على الرغم من ان هو باين ان في مجد اتحقق، ولكن خسرتني جزء كبير من صحتي، زي مثلا بقى في ضغط شديد في الفقرات وبتاعه الرقبه وبتاعه الظهر، ومشاكل في العضل من كتر القعده على المكتب والمذاكره والشغل، على الرغم من اني بتمرن عامله جدول تمرين كويس ورياضيه، المفروض كنت بلعب كمان كيك بوكسنج كونغ فو، لكن ده ما صدش مع كم الساعات اللي انا كنت بشتغلها على مدار السنين دي. حاليا بدرس ماجستير اداره اعمال MBA عشان طبعا داخله في حته ان يبقى عندي شركات فلازم اكون فاهمه. حاليا كمان شغاله في ورق شركتي الثالثه، مش هينفع اقول ايه هي لحد ما تبدا ان شاء الله، وان شاء الله يمكن لما اخلص ادرس الدكتوراه، وبدرس 3 شهادات تانيين في التدريب والتغذيه. اصلا الصحافه حاولت كذا مره ان هم يعملوا معايا حوارات، انا برفض، ما بحبش اتعامل مع الصحافه للاسف عشان عارفه اللي بيحصل، عارفه هم بيحبوا يفرقعوا الدنيا بجمل مريبه زي اغنى محجبه وجمل كتير غريبه قالوها، فاي حاجه نزلت كانت بدون اذني، فبس